شوف التطور السريع في عمليات النصب والاحتيال، يعني حتى النصب والاحتيال تدخل فيه الحين الاي اي، الذكاء الاصطناعي، خصوصا في دولة الكويت. خل اعطيكم مثال عشان لا تطيحون بالغلط او لا ينصب عليكم وفلوسكم تنوخذ وتروح عليكم. حاليا في بعض الاشخاص النصابين الحرامية عن طريق الذكاء الاصطناعي يسوين لك فيديوهات انه عندي شاليه على البحر مكون من 3 أدوار ومسبح وما إلى ذلك، وقيمته الإيجارية هالكثر سواء باليومي أو بالشهري. أنت تستانس تشوف السعر، على طول تتواصل مع الريال وتتواصل مع رقم كويتي ويعطيك المواصفات ويدز لك الصور وفيديوهات الشاليه، يدز لك رابط الحجز، خلينا نقول 300 500 دينار، تدفع له الرابط على حساب كويتي على رقم كويتي. لكن من تدز له هذا المبلغ تتصل فيه تشوفه اعطاك بلوك وما يرد عليك، طبيعي شو تسوي؟ الطبيعي انك بتروح تشتكي. لما تروح تشتكي وتقول لهم انا كلمت رقم كويتي والفلوس دخلوا في حساب شخص كويتي، يستدعون المباحث. شنو انت تكتشف والمباحث يكتشفون والشخص الاخر يكتشف؟ ان هذا الشخص اللي دخلت الفلوس بحسابه، هذا الشخص اساسا تم تهكير تليفونه وتهكير حساباته البنكية، وهذيل النصابين يستخدمون هذه الحسابات بحيث انك تبي تروح تشتكي ما يبين عندهم الا اسم هذا الشخص الكويتي، والشخص الكويتي للاسف الشديد حاله من حالك، حتى هو ناصبين عليه ومستخدمين حساباته البنكية وارقام تليفوناته. طبعا هني البنك يوقف الحسابات البنكية اللي يتم التلاعب فيها، لكن دير بالكم ترى فيها لوية بالمحاكم وطوالة على ما تاخذ حقك. لا تحولون مبالغ مالية، لا تحجزون أي شيء أو تشترون أي شيء إلا إن كان هذا الشخص